عنه بحي الصديقية بوهران الاستيلاء على باحة المسجد بطريقة غير قانونية، ما دفع السكان والمصلين للاحتجاج ومطالبة الجهات الوصية بالتدخل. التقرير لياسين حسين. غليان كبير أمام مسجد أبي بكر الصديق بحي الصديقية بوهران، إذ عبر العديد من المصلين والجيران عن غضبهم من تصرف إمام المسجد الذي حاول الاستيلاء على باحة المسجد بطريقة غير قانونية. احنا أصحاب حي الكوربي احنا رافضين هذا المشروع، بس راه خاصي يخسر لنا المحيط لونفيرونمون. المسجد يحتوي على 4 مساكن وظيفية للإمام وللقيم وللمؤذن ولمعلم القرآن. كذلك يوجد بالمسجد مدرسة قرآنية تشتغل منذ 20 سنة. هذا الإمام ملي جا هنا رفض المحل المسكن الوظيفي، مع أنه عنده مسكن، والإمام السابق كان ساكن فيه مدة 24 سنة، وقال لنا بلي أنا ما نسكنش في برطمان، أنا نسكن في فيلا اللي اختبنوا لي فيلا. أصحاب هذا الحي عبروا عن غضبهم ليطالبوا الجهات الوصية ووالي ولاية وهران بفتح تحقيق في القضية، من تدخل السيد الوالي وإرسال لجنة تحقيق كيف لهذا الإمام الذي عين في شهر أكتوبر عنده رخصة بناء مسكن في شهر أكتوبر. على الرغم من تواجد 4 مساكن وظيفية مخصصة للآئمة، إلا أن هذا الكم الهائل لم يقتنع به هذا الإمام.